السلام عليكم. النهاردة هعمل القراقيش البيتي أو الفلاحي بكل سهولة في البيت وهشة وطعمها يجنن. أنا نزلت بكوباية دافية، عليها معلقة سكر، عليها معلقة خميرة، وهسيبها تتفاعل. ونزلت ببولة كبيرة 3 كوبايات ونص من الدقيق، عليهم معلقة سمسم، عليهم معلقة ينسون، ولو في شمر هننزل بالشمر، وعليهم نص معلقة من البيكنج باودر ونص معلقة ملح. هنقلبهم وهننزل عليهم بكوباية زيت وسمنة، يفضل يكون سمنة بلدي أو زبدة المتوفر عندنا أو سمنة عادية. وبعدين هنبسهم وهننزل عليهم بالخميرة. بعد كده هنعجنها كويس وهنسيبها تتخمر. بعد لما تتخمر هنقطعها وهنشكلها اسطوانات، وهنشيل الزوايد وهنقطعها بأي قطاعة عندنا أو بالسكينة. وبعدين هنسيبها ترتاح شوية قيمة نص ساعة، وبعدين هندخلها الفرن على درجة حرارة 180. هتطلع بالجمال ده. ألف هنا وشفا على قلبك.